انا دلوقتي عايز اسال سؤال. هو السحر ما بتعملش غير الاهلي بس عشان يفوز على الزمالك؟ انا مش عارف، انا يعني لعيبه الزمالك دي بتشوف لعيبه الاهلي مثلا قطط وكلاب، ديناصورات. طب السحر دوا، احنا لو عملنا سحر مثلا السحر كده هيبقى على طول كسبان. انا مش قادر افهم بصراحه. طب ليه الزمالك ما يعملش سحر هو كمان عشان يكسب ادام الاهلي بيعمل السحر؟ كلام كله يا جدعان ما يخش المخ، والله العظيم ما يخش الدماغ اصلا. كل ده شغل حجج فاضيه، شغل اداره فاشله، شغل الدنيا خربانه. وكلها كام سنتين ثلاثه تلاقي الزمالك ده نزل بعد كده درجه تانية، وعيش مع اللحظه، يلعب بقى مع الالومنيوم والكروم ويخبط بقى في الحلل والدكك. اما اللي احنا بنشوفه دول يقول لك كل ماتش يخسر الزمالك يقول لك السحر، كل ماتش يخسر الزمالك يقول لك اصل السحر اسود، كل ماتش لما يجي الزمالك يخسر يقول لك اصل بنشوف لعيبه الاهلي ديناصورات، بنشوف لعيبه الاهلي كلاب بسنان طويله بانياب، بنشوف اسود في الملعب. ايه يا جدعان التخلف اللي احنا بنشوفه ده؟ التخلف بتاع السنين كله يا ناس، يخرب بيوتكم.